مساء الخير، مساء السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. آه، كولر بعد التعادل مع المقاولين في وقت المباراة ووصولنا لضربات الترجيح، والحمد لله بعد المكسب اجتمع مع اللاعبين ومحاضرة طويلة اتكلم فيها كتير على الأخطاء، واتكلم معاهم وقال لهم وفهمهم إن في أخطاء ما كانتش تنفع أبدا، واتكلم يعني كان كلام طبعا في عنف شوية، في ود شوية. المهم إن الراجل كان واقف على الأخطاء، وحتى هو أخطاء نفسها اعترف بيها. المهم إنه أحلى حاجة بقى في الموضوع إن كان امبارح كان في كده زي ما تقول يعني مراهنات ما بينه وما بين برونو سافيو. فكان في تحدي مين فيهم اللي هيكسب، والبرازيل اللي كسبت اسبانيا، اسفه، البرازيل اللي كسبت سويسرا امبارح. ف فهو الحقيقه برونو هو اللي كسب مدربه. انا بشجع البرازيل جدا جدا، بحب البرازيل جدا. انا على قديمه يا جماعه، بحب قوي منتخب البرازيل، بشجع منتخب البرازيل لسه يعني حاجات زمان. فانا مبسوطه جدا لسابيو، زعلانه على زعل كولر، بس ان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى افضل. محمد محمود بنسبه كبيره جدا جدا هو وحسام حسن لسموحه في يناير. محمد محمود المؤكد انه اعاره، حسام حسن ما بين اعاره او بيع، لسه مش واضحه قوي، بس الاثنين بنسبه كبيره جدا هيبقوا بره الاهلي في يناير، وفخري هيبقى بره النادي الاهلي في يناير. فخري يا جماعه، انا شايفه ان فخري يخرج في الفتره دي، ان فخري بيتعرض من جماهير النادي الاهلي لحاله من معرفش زي التلكيك كده، حاجة كده شبه ما كان زي اللي كان بيحصل مع مروان محسن. فحفاظا عليه لازم الولد يخرج إعارة موسم أو موسمين، يثبت نفسه ويرجع تاني النادي الأهلي، لأن يعني خلاص هو أصبح حتى لو هو بنسبة 60-70% كويس، الجمهور ما بقاش مستحمل أي غلطة منه. فحفاظا عليه النادي الأهلي هيطلعه إعارة، وأنا أتمنى بشكل شخصي جدا إنه يطلع إعارة سنة أو اتنين، أو بيع ويتحط شرط إن يعني الأولوية للنادي الأهلي. أنا مش عارفة يعني العقود دي الأهلي بشكل بيعرف يمشيها بشكل قانوني، لكن أنا بس بقول إن هو فخري ما ينفعش يا جماعة يكمل لنهاية الموسم. الولد كمان حاسس بالضغوط اللي عليه، وحاسس طبعا متابع طبعا السوشيال ميديا، ومتابع قد إيه بيبقى فيه حالة من التهجم شوية، أو التهكم عليه. ف وجمهور الاهلي، احنا مش هنخاطب جمهور الاهلي، طب يا جماعه اصبروا ما تصبروش وبتاع. انا مش هتقدر ابدا تسكت 80 85 مليون، مستحيل يعني. فانا شايفه ان هو حفاظا عليه وحفاظا على انه ان شاء الله يرجع كويس، انه يخرج اعاره بره النادي يعني فتره. فانا اعتقد ان ده اللي هيحصل باذن الله يعني ان شاء الله في الفتره الجايه مع محمد محمود ومع حسام حسن. مين تاني كده مش عارفة. في صفقة مهمة جدا جدا جاية النادي الأهلي، مش هينفع نعلن عنها إلا لما النادي نفسه هو اللي يعلن عنها يعني. كهربا إن شاء الله بإذن الله هيشارك مع أول المشاركات أو مع السنة في بطولة أفريقيا، لأن ده كان طلب من كولر إن لازم يكون موجود، وإن شاء الله هيبقى موجود بإذن الله. وإن شاء الله يعني إحنا في انتظار الحل النهائي الفترة الجاية. فأتمنى إن شاء الله إن يكون كهربا من الأعمال الأساسية، وأنا أعتقد إن كهربا مهم جدا جدا في الأهلي الفترة دي بصراحة يعني. فأتمنى يعني أتمنى إن يكون إن شاء الله بإذن الله مع الفريق في الفترة الجاية. كريم نيدفيد راجع بعد الإعارة على طول إن شاء الله، وأعتقد وده مطلب من كولر. فإن شاء الله بإذن الله راجع قريب جدا جدا. أوراق استاد الأهلي والتراخيص كلها على مكتب وزير الرياضة، أتمنى يا رب إن شاء الله تخرج من المكتب، وأتمنى بإذن الله إن الإجراءات تخلص بسرعة. إحنا قعدنا في شركة الكرة قعدنا كتير قوي، الورق موجود. أتمنى إن شاء الله إن الوزير يعني يطلع الورق ده بسرعة شوية، وإنه يعني إن يبقى في إنجاز فيه، لأن الحمد لله الحمد لله الأهلي تم الاتفاق على بناء الاستاد يعني، بس لما يخلص يعني الورق يخرج من عند الوزير. دي أهم حاجة، دي أهم الأخبار.
طبعا ماتشات كأس العالم واخدة الناس جدا. بإذن الله المنتخبات العربية تحقق حاجة كويسة، منتخب الجزائر، آسفة، منتخب المغرب، منتخب السعودية، منتخب تونس. الفرق الأفريقية المنتخبات الأفريقية برضو أتمنى يبقى لها دور إن شاء الله بإذن الله. أنا على المستوى الشخصي بحب البرازيل جدا جدا، فأتمنى إنها تاخد كأس العالم. بس الأهم من كل ده إن إحنا إيه، أو إحنا كأهلاوية اهتمامنا دايما بيبقى بنادينا، والأهلي فوق الجميع، إحنا الأهلي، انتم